السلام عليكم. من قلب الصين وتحديدا من قلب مؤسسة البحث والتطوير لعملاق صناعة السيارات الصيني GAC. النهارده نتفرج مع بعض على أحدث تكنولوجيا من تكنولوجيا محركات الاحتراق الداخلي، المحرك الذي يعمل بالآمونيا. طبعا للناس اللي ما تعرفش، فالأمونيا هي أحد مشتقات بول الإنسان. يعني النكته بتاعت زمان لما عربيتك تعطل على جنب، بدل ما تدور على محطه وقود علشان تعيد تعبئه خزان الوقود بتاعك، انت كل اللي انت محتاجه تفتح غطاء التانك وتلبي فيه نداء الطبيعه، ومن هنا السياره هتتحرك تاني. الصين حولت النكته او الخيال اللي احنا كنا بنضحك عليه زمان الى حقيقه واقعه الان، من خلال التعاون مع العملاق الياباني تويوتا. قدروا ان هم ينتجوا لنا محرك 4 اسطوانات سعه 2000 سي سي، وبيقدر ان هو يولد 161 حصان ويعمل بالامونيا. انتوا متخيلين؟ يعني بالبول. فالمحرك ده الغريب فيه كمان ان هو بيقلل نسبه انبعاثات اكاسيد الكربون ل 90%، يعني محرك صديق للبيئه. انتوا متخيلين اللي احنا بنقوله؟ طبعا المحرك حاليا قيد البحث والتطوير، ونتمنى ان احنا نشوفه في خطوط الانتاج الفتره القادمه. اظن ان هو هيحل مشكله كبيره قوي، وهيكون نوع من انواع الوقود البديل اللي متوفر عند كل الناس. الفكره كمان ان انا عايزكم تتابعوني، حاول ان انت تدوس اعجاب وتعمل متابعه، لان الفتره الجايه باذن الله هفرجك برضو على محرك قيد التطوير. حاليا المحرك ده العادم بتاعه، يعني الشكمان بتاعه من ورا، بيجيب ميه صالحه للشرب. يعني انت تشرب من ديل الشكمان وتعبي في تانك الوقود، والدنيا زباده في الخلاط، مش هتصرف ولا جنيه. خلونا نتابع مع بعض ونتفرج على احدث تكنولوجيات في العالم. بلف العالم كله واجيبها لكم. كل اللي محتاجه منك انك تدوس اعجاب وتكتب لنا رايك في التعليقات. اشوفكم باذن الله على خير في تريكات جايه كتير وحلقات جايه اكتر، والسلام عليكم.